اجري يا ابن آدم جري الوحوش، رزقك لن تحوش. الإنسان مهما حاول ياخد حاجة مش خاصة بيه وحق مش من حقه، مهما فحت في 7 أرض ونزل في 7 بير، عمره ما يعرف ياخد حقه. الكلام ده ينطبق حرفيا على الجريمة بتاعتنا النهاردة. وأسفة يا جماعة إن كان صوتي ضعيف شوية لأن البرد مضيعه خالص، بس كنت لازم أطلع وأقول الجريمة البشعة دي، لأن أكيد في الدرة بيحصل زيها كتير جدا. حبيت إن أنا أضيء الضوء الأحمر علشان ده الناس اللي بيحاولوا يقلدوا اللي حصل في الجريمة اللي انتهت بمأساة حرفيا يتعظوا ويتراجعوا. لعل وعسى نكون احنا سبب يعني ان هم يتراجعوا عن الحاجة اللي هم بيعملوها دي. جريمة بشعة جدا حصلت في مدينة 6 أكتوبر، تحديدا في منطقة ابن بيتك. وكان في بيت الناس اللي هناك اتفاجئوا الساعة 2، في حدود الساعة 2 الفجر، إن في ناس طالعة من إحدى البيوت. صاحب البيت ومعاه 6 أفراد بيصوتوا ويصرخوا اطلبوا البوليس اطلبوا البوليس. معاهم شخص سابع نزل في البير اللي بيفحطوه، أصلا كانوا بيفحطوا آثار، كانوا بيدوروا على الآثار. ما أنا قلت بيدوروا على حاجة مش من حقهم، ونزلوا في 7 بير. بير معمول بدرجة احترافية لا يمكن أن تتخيلوها. الصور باينالكوا، شايفين عامل ازاي؟ بمسافة 25 متر. وكل ما يجي ينزلوا ويفحتوا ييجوا يملسوه بحديد عامل زي الشبك اللي بيبقى موجود على الشبابيك المطابخ والحمامات والبلكونات، اللي هو بس الحديد الناشف قوي. ويجوا يعملوه بالاسمنت والجبس علشان ينشف الفتحة اللي فتحوها في البير علشان ما يقعش عليهم الرذيب والطوب والرملة. ووصلوا لمسافة 25 متر. وبعد كده واحد كان نازل منهم طبعا بحبال وأنوار، أنا مش فاهمة كل ده بيحصل ازاي. وبعد كده بعد ما نزل قرب حوالي كان يعني خلاص عرفوا ان هم قربوا يوصلوا للنهاية، في اخر متر او اخر متر ونص ما عملوش اللي كانوا بيعملوه من فوق، فوقع الرملة والرذيم على الشخص اللي كان موجود تحت. كان حي ما ماتش، اصل من فوق كانوا مثبتينه بدرجة احترافية وعالية جدا. هو اللي هي اللي وقعت عليه مسافة المتر متر ونص دي من الرذيم وطبعا كانوا نازلين بقى بونش وعاملين بقول لكم احتراف. وطبعا لما البوليس جا معاه هيئة الدفاع المدني، طبعا كان ال6 الأفراد العمال اللي كان مأجرهم صاحب البيت اختفوا وهربوا تماما. قبضوا على صاحب البيت بتهمة التنقيب عن الآثار. حاولوا ان هم ينقذوا الشاب كان لسه عايش، كان اسمه محمد المدني، كان عايش ساعتها. وحاولوا ينقذوه وعمال يقول الحقوني الحقوني. وبعد كده حاولوا ان هم ينزلوا حد بالحبل ليه اللي هو من هيئة الدفاع المدني، ما قدرش طبعا لان الاكسجين تحت كان يعني شبه مش موجود وكان هيختنق. فقال لهم ما قدرش يكمل، فقالوا خلاص احنا هنيجي نجيب الهيئة الهندسية من تبع القوات المسلحة ان هم بمعداتهم ان هم يحاولوا ينقذوه. طبعا جت بس ما كانش في معدات لان كانت الفتحه ضيقه جدا متر في متر. انتوا بتهيأ لكم ان فتحه البير كبيره، لا بس ده عشان كان تصوير احدى البرامج فكان مكبر المساحه، بس انتوا لو دققتوا اكتر هتلاقوا مساحه متر في متر. وقعدوا يتواصلوا مع الشاب اللي كان بيصرخ ان الرذيم والرمله اللي هي المسافه المتر دي وقعوا عليه طبعا، وكان يوصل لغايه وسطه كده. طب هتقولوا لي ما وقعتش عليه ورايت راسه طيب مات ازاي؟ لانه بيقولوا رايت من 2 للساعة 5. الشاب بعديها كان مات ازاي؟ مات عن طريق الاختناق، اتخنق هناك. اصل تحت مسافة 25 متر مفيش اكسجين، وطبعا مسافة كبيرة وقت طويل، فخلاص اتخنق ومات. المأساة بقى حرفيا ان هما كمان بعد ما توفى ما عرفوش يطلعوه، يعني لا عرفوا يطلعوه لا عايش ولا حتى ميت. وبعد كده الأغرب بعد ما تم القبض على صاحب البيت وقال وطلع حجة وورق ان هو يثبت ان هو كان مأجر البيت وانه ما كانش بيعرف بموضوع الفحت عن الآثار دوت. فطبعا كل الكلام ده
تيشا طبعا وكده. آه المأساة إن أهل الشاب اللي في البير ده، هو كان في البير، جم وده بشهادة أهالي المنطقة بتاعت ابني بيتا في 6 أكتوبر، وجم عملوا صلاة الجنازة هناك، وكتبوا عليه زي ما انتوا شايفين مدفن محمد، وإن كل نفس ذائقة الموت، وقالوا إن احنا مش هنسيب حقه. مش هتسيبوا حق مين؟ هو حد جه وفحت ورماه في البير، أو هو وقع في البير، او حد اتخلص منه وهو في البير؟ ده هو كان جاي من ضمن العمال، وكانوا بيفحتوا وبيدوروا بينقبوا عن الاثار، يعني شيء غير قانوني، وهو اللي راح، محدش لجمه ولا تحت التهديد وعمل في كده. فطبعا انا مقدره طبعا صدمتهم وحزنهم عليه، بس لازم يبقوا واعيين هو اللي عمل كده، يعني الله يرحمه. المأساة اللي جاية بعد كده، القصة كلها مآسي طبعا، هي بدايتها جريمة بس انتهت بمليون مأساة. ان اهل الشاب دوت لما جم وقالوا صلوا جنازة، وقالوا احنا هناخد البيت وهنعمله مدفن ليه، وكتبوا عليه مدفن محمد، وهنعمله مدفن، وان اي حد هيموت من الاسرة هيدفنوه في البيت. انا نفسي افهم هيدفنوه زي هيرموه في البير يعني، ولا ايه؟ بدل ما يبقى كل همهم ان هم يطلعوا ابنهم من البير اللي تحت ده ويسعوا على الموضوع دوت، لا هم بس ده مدفن وهنعملوه، اي حد هيموت من العيلة هندفنوه هنا طب طبعا ده كل ده باعتراض الاسر اللي هناك، قالوا ازاي دي مدارس، في مدرسة في الوش وفي ناس بقى يعني كانوا جايين هيتجوزوا كده، خافوا ومرضوش ان هم يكملوا في المنطقة دي، وهم شاريين الاراضي دي طبعا بمبالغ، وشاريين هناك بفلوس جامدة. وفي نفس الوقت ازاي هيبقى في منطقة مدفن؟ في ناس بقت مرعوبة من اللي حصل، في ناس بيقولك بنعدي بنشم ريحة مش كويسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا حاجة محزنة جدا جدا جدا. والأهالي بيقولك بيجي أهله بيجوا يوزعوا رحمة وصدقة عليه، وبيجوا مثلا عدى عليه 15 يوم هنطلع عليه طلعت شعبان رمضان. فطبعا في ايه؟ ولغاية دلوقتي أنا عايزة أفهم، مهما كان بيحصل شيء غير قانوني، كان سؤالي للجهات المعنية ازاي يتساب كده؟ على رأي واحد من إحدى السكان قال يعني ده لو كان واحد من ضمن هيئة الآثار فرضا وواقع في البير، ما كانش هيبقى هيدوروا عليه يعني مش هيدوروا عليه بس، لا يعني هيسعوا بكل الطرق إن هم يطلعوه. وده فعلا ازاي يسيبوه كل الفترة دي؟ ازاي يقول لك خلاص قفلوا البيت ورطوا بالامر الواقع، واللي يعمل وسايبين الشاب مرمي في فتحة البير؟ فحاجة يعني مرعبة، حاجة تخوف، حاجة محزنة. انا رسالتي لكل حد بيحاول يدور على حاجة وحق مش حقه. اولا الحاجات مش كل البيوت ان دي فيها آثار. في ناس يقولك ايه ده احنا كمان الأسود من كده، يقولك ده احنا لازم نضحي بدم علشان كل مقبرة وفيها آثار لازم عليها خادم ما يفتحش ولا غير والمقبرة دي ما تتفتحش غير بدم. وده طبعا قمة الكفر. ولما جم راحوا لقوا أجزاء كتيرة من كتب فيها كتب سحر، والخادم والمخدوم والسحر والمش عارفة ايه المنزلي زي ما انتوا شايفين كده. وقالوا وطبعا طلاسم على الحيطان. في ايه ده ايه ده؟ فطبعا وادي انتهى بمأساة، وناس كتيرة بتعمل الحاجات دي. ده يا رب جعلنا سبب ان احنا يشوف ان احنا يعني نرجعهم عن الطريق اللي هما ممكن يمشوا فيه. لأي حد ممكن يشترك في الجريمة دي يعرف ان لو ما انتهتش المأساة هتنتهي بحياتك في السجن. ولو حد ممكن ينتهي بمأساة، ممكن ان هو لا قدر الله انه يروح هدر كده وفتيس ومبقاش ليه قومة. ممكن يترمخوا على الموضوع ويداروا، بس هي عشان الفتحة كانت كبيرة وهما من فجعتهم طلعوا وصرخوا والباقي هرب. كل اللي اتمسك صاحب البيت، ويجي يقول انا مطلع ورق ان هو اسفه يا جماعه ان هو يعني كان مأجر البيت. ازاي يعني؟
فطبعا بيحصل كتير. اتمنى ان ده كان ممكن في منطقة عشان هادية شوية وجديدة، فممكن الناس ما حسوش، بس مش فاهمة ازاي ما حسوش. ده يعني 25 متر ما حسوش بخبط طوب، رزع، حتى منطقة هادية محدش معدي رايح جاي سما حاجة. طب الانوار دي دول منورين النفق وتمام والدنيا حلوة وفري، والناقص كانوا يجيبوا تكييفات جوه. ايه ده المهزله اللي بتحصل دي، وبتحصل كتير جدا جدا. الجريمه دي انا شفتها من حوالي 6 سنين. انا معرفش بصراحه ايه اللي تم، لان في ناس بيقولك قالوا لو هي عشان يطلعوه يعني انه لازم يشيلوا بيتين من جنبه عشان يحاولوا يطلعوه، وساعتها مفيش حاجه حصلت. يعني اللي راح عليه غلط، الله يرحمه، ربنا يرحمه ويجعل اللي شافه ده مغفره ليه. بس لازم يطلع، لازم. في ناس كتيرة في اخواننا في بلاد تانية كان بيقولوا ان هو لو كان بيحصل اي حد يعني بينزل او بيقع في ابيار او حاجة، ان هما كانوا ممكن يفحروا ب3 ايام راية ما يطلعوا، حتى لو مات. طب مش حتى لو مات، اكيد هيكون مات. لو مات وكده علشان يسلموه لاهله. فاحنا يا جماعة حرام بجد. انا معرفش لو انتوا تعرفوا يا جماعة القصة دي، الولد ايه اللي حصل له بعد كده طلعوه كده، يا ريت يكتب لي. بس دي عشان شفتها وما كانش في حد بيتابع القصة، فانا بس حبيت ان انا اعرض الموضوع. الهدف الاساسي من القصة انه ما تجريش على حاجة مش من حقك، ما تعملش حاجة مش قانونية. واللي بيحاول يسعى ويفحر وكده خلي بالك والله العظيم نهايتك نهايتين، يا اما في السجن يا اما هتدفن تحت اللي انت بتعمله دوت. فملهمش تالت. مش هقولك بقى تتلبس وجن وعفاريت، يا الله اعلم. انا بتكلم ان هو ده كده، يا نهايتها يموت لانه ممكن يضحوا بدم وكده، يا اما نهايتها بموت برضو الجزء التاني بس تحت الانقاض، يا اما نهايتها السجن هتموت فيه. يا رب يا رب تجعلنا سبب ان اي حد ممكن يسعى في السكة دي ان هو يتراجع ويرجع تاني، وما يغروش سكة الفلوس والاثار والحاجات وكده، نهايتها سودا والله العظيم. بتحس انها بتبرق كده من بعيد في اولها بس نهايتها زي القطران. سنوني في فيديو جديد وان شاء الله هيبقى فيديوهات قوية ان شاء الله. واتمنى من اي حد اول مرة يشوفني في القناة يشرفني بوجوده في القناة وينضم للقناة ويديني اللايك الحلو كده، ولو في اي تعليق سواء بالسلب او بالايجاب اتمنى ان انا اشوفه، لان ده مصلحة ليا، هيديني دفعة لقدام ان شاء الله. شكرا لكم، تابعوني فيديوهات جديدة.